ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا للزميل ايمن جاده. تحيه طيبه مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الجديد مع مباريات كاس العالم فيفا قطر 2022 واللقاء الذي يجمع المجموعه السادسه. المنتخب المغربي عنده الامكانيات انه يحقق ضربه وفي اول انطلاقه العرضيه، ولكن تيبو كورتوا التي يتواجد فيها الكروات اضافه الى منتخب تابع عمليه من طرف حكيمي زياش. يرفع الشقيق ويدين عصار هذه الكره البينيه بونو، اخرج يا بونو. صعبه هذه الكره، وصعبه هذه الكره. اول انذار ياتي من باتشواي، تمشي مباشره الى الركنيه للاعاده مره اخرى. كم كانت صعبه الكرات البينيه. انا قلت بان المنتخب الراسيه بونو كذلك في الكرات العاليه الراسيه خطيره، الراسيه وبعد ذلك في ركنيه ثانيه. البحث دائما على باتشواي في القائم الاول، لكن هنا بالراس تاتي كذلك الهدوء والتركيز وعدم ارتكاب الاخطاء الراسيه. عندك الكره الان يا أولاحيا سيرفع داخل منطقه الجزاء، نادي المنافس دي بروين يحاول المرور وفيها صافره. هذه الاخطاء اللي تكون خطيره جدا على مرمى ياسين بونو على مشارف منطقه الجزاء. لهذا في اول اختبار لغانم سايس القائد يوقف الى في الانتظار ان الكره ترفع في نهايه المطاف. هذه الكره ازار يحضر التسديده مع ازار مرفوعه ديال الكره محمدي، حذاري المحمدي. هنا الكره من اونانا بالراس ولكن على المرمى يحاول يمر واحد ضد واحد. يا سلام يا زياش، ولكن كره في الجهه اليمنى. ماذا تفعل يا حكيمي؟ اختراق وصلت من جديد، فيها امكانيه تسديده. التسديده الاولى يا زياش، الومضه الاولى يا زياش، اليسرى الاولى يا زياش، ولكن اعلت مرمى. وانا تيبو كورتوا يعاد مجددا لك سوابق يا زياش، عندك ذكريات جميله واهدافك امام تيبو كورتوا، فهل ستعيد الكره مره اخرى؟ لكن هنا في المحفل العالمي انسيري بعيد عن انسيري. كورتوا اضغط يا كورتوا يا كورتوا يا كورتوا يا كورتوا. انسيري كان ممكن يخطف هذه الكره بالراس، غير مساعده المرحوم عبد الله بليندا المزراوي، والكرة تخرج في عملية الصعود. يلعب في دار المدافع في وضعية تسلل. يقول الحكم أول حالة تسلل تسجل على المنتخب المغربي. حكيم زياش في أرضية الميدان. ولاحظ معي الصورة دائما مرفوع الكرة وبالراس وخاطر اليمر يرتكز على حكيمي في انتظار العرضية. ممكن مرر الكرة لمن محمدي في متابعة هذه الكرة. نعم شوف هنا الفراغ الذي ترك في الجهة اليمنى، جهة من الجهة اليمنى. الهربة الآن، الهربة والانسداد. يا حكيمي يا حكيمي يا حكيمي، كنت أنتظر بأنك ستمرر يا حكيمي. هنا الاستلام في ضدر من دي بروين. يا دي بروين اونانا خطير هذا اللاعب. ترفع الكرة عندك المحيك يا زياش، الشباك تناديك يا زياش. جول 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 جول. الله اكبر، فعلا نصاد. الله اكبر، فعلا نصاد. زياش يا حبة المشماش، زياش يا حبة المشماش. يا سلام على نصاد، فعلوا الرجال، سجلوا في مرمى تيبو كورتوا. وينو التسلل، وينو التسلل. فعلا هدف صحيح، هدف صحيح في انتظار التأكيد من الحكم المكسيكي. مشاهدينا الكرام، اوه لا، هذا هو استاد الثمامة، واحد من جواهر
الجميلة جدا هنا في قطر، واحد من الملاعب المميزة والتي تستضيف نهائيات كأس العالم في مجموعة سادسة يتواجد فيها الممثل العربي الآخر المنتخب المغربي في مواجهته لبلجيكا في ثاني جولات دوري مجموعة كأس العالم. شوط أول تذكيرا يتم استبدال الحارس وطبعا الكل في يا أكرد أنت الأول يا أكرد محمدي يا زياش، هذه كورتك يا زياش، زياش يا زياش وزياش ممتاز يا زياش، معلش زياش في المرور، زياش يفتح لنفسه في الاستعداد، هل تمنح له دقائق مرور وزار مر هازار سدد، برافو برافو المحمدي، برافو المحمدي في اول اختبار مع بدايه الشوط المباراة الثاني. هنا اليمينية والتموضع كان ممتاز من منير المحمدي للتنفيذ، الكرة ترفع بالراس لكن مرت عالية دون خطورة على مرمى الحارس منير المحمدي. الصور على اونانا اللي كان بالمناسبة احتياطي في المباراة. عندك زياش وفيتسيل ورغان والمرابط، عندك المحمدي سهل، بوفال في الاستلام، بوفال في الدخول، بوفال وجول على التسديدة الماضية، المهارة، الإبداع، المرور، كل شيء كان جميلا. ان شاء الله مع زكريا بوخلال وبوفال يعطي اكثر، ممكن نروح حرة جانبية، 6 لاعبين مغاربة، جول